المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة. فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة. تكريم المعلمين المثاليين في قالا نفحي. أمريكا تقصف إيران مجددا، والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. ولافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. أهلا بكم مشاهدينا. ارتفع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم أجرته إدارة الإقليم أجري في كرن في 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسة، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نغفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق، وذلك وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كاف، والاهتمام بإدارة هريج المياه في مدينة كرن، والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي في إقليم عنسبة العقيد كبرو رأيه بالجهود المبذولة، وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه حث وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المجتمع على بذل المزيد من الجهود في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداة الأقوى. نظم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية وتخلف النمو بإقليم القشبركة في مدينة بارنتو لقاء تشاوريا لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلص جيتاس فماريام أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو من الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتسابات المهارات المهنية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم، مؤكدا أهمية توسيع قاعدة الشراكة المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية وتخلف النمو تتطلب وعيا مجتمعيا أكبر وتفهما من الأسر ومقدمي الرعاية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية لرفع مستوى التوعية وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وخلال الورشة دعا المشاركون إلى إجراء مسوحات ودراسات ميدانية في المناطق النائية بإقليم القشبركة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو وحصر احتياجاتهم، مع توفير النماذج والوثائق اللازمة لتسجيلهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. قدم مكتب التعليم في مديرية قالا نفحي ميداليات وجوائز نقدية ل31 معلما متميزا من بينهم 21 معلما. وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في 9 يوليو الجاري قال مدير المكتب الأستاذ دانيال سلمون أن البرنامج يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية. وأضاف الأستاذ دانيال أن هدف البرنامج هو تشجيع المتميزين وغرس روح التنافس الإيجابي في نفوس الآخرين. من جانبه أوضح السيد يوحنس سلمون مدير المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط أن تشجيع المعلمين عمل نبيل له أثر بالغ على عملية التعليم والتعلم.
وبلغت نسبة النجاح بين أكثر من 26 ألف طالب تأخروا في جميع المراحل الدراسية 89% في المتوسط. وأكد مدير مديرية قالا نفحيها السيد محاري يوهانس بأن الإدارة ستقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على المزايا الحالية ومعالجة نقاط الضعف. في الوقت نفسه تم توزيع الكؤوس والمعدات الرياضية على الفائزين في العامين الدراسيين 2023-2024 و 2025-2026. تخرج 127 متدربا بينهم 113 من الإناث بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت 6 أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية السيدة أستير تهاية في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح البرنامج التدريبي. من جانبها أشادت مديرة مديرية سنبل السيدة صقا الياس بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب والطلاب من خلال البرامج التنموية المختلفة، معربة عن ثقتها في أن يوظف الخريجون ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة مجتمعاتهم والمساهمة في تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية. في السياق ذاته تم خلال الحفل تكريم عدد من الطلبة المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية، وذلك بمنحهم شهادات تقدير نظيرا لعملهم كمعلمين متطوعين. كما جرى توزيع كتب تشجيعية على الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو دعما لمسيرتهم التعليمية. مشاهدينا عشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلا بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي الإيراني. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق خط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الضربات أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عرفجان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إن نفذت واشنطن ضربات جديدة وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي. أكدت دول حلف شمال الأطلسي الناتو وبينها الولايات المتحدة التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف وفق إعلان قمة أنقرة. وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. إلى ذلك أفاد مصدر في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء الحلف برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي قبيل انعقاد القمة، وأكد مجددا رغبته في الاستحواذ على جرينلاند، معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك مشكلة كبيرة. ووجه انتقادات إلى إسبانيا على وجه الخصوص، معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.
عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفقة وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل الدورة الثانية للمشاورات الرفيعة المستوى في العاصمة النيجيرية نيامي وفقا لبيان مشترك. وأكدت روسيا استعدادها للمساهمة أو لمواصلة دعمها لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف دول الساحل. وفي زيارة للعاصمة النيجيرية نيامي شارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدورة الثانية للمشاورات بين روسيا ووزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل. وخلال اللقاء جدد الجانبان تأكيد رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المشاورات بعد أكثر من عام على الدورة الأولى التي نظمت في أبريل 2025 في موسكو. وقعت أستراليا والهند اتفاقا تاريخيا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ميلبورن. ويأتي الاتفاق في إطار خطط الهند لزيادة قدراتها في الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047 وسط الحاجة إلى تأمين إمدادات إضافية من الوقود النووي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاتفاق يفتح سوقا جديدة لقطاع الموارد الأسترالي ويسهم في تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات في الهند. وتعد أستراليا صاحبة أكبر احتياطات لليورانيوم في العالم ورابع أكبر منتج له، فيما تستورد الهند حاليا اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضا في تلقي شحنات من كندا العام المقبل. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة. الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة تسعى لتعزيز الشراكة. تكريم للمعلمين المثاليين في قالة نفحي. أمريكا تصف إيران مجددا، والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. ولافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.